اهلا وسهلا. بسبب خطا بسيط كتمشي لي فلوس وكونطرا وكيتحرم ما كيجيش هنا للطالب. هذا الخطا الا قلت لك غتقول لي بسيط، ولكن بسبب وتسبب بزاف ديال الناس حرمهم من انهم ما يجوش هنا لايطاليا، نظرا لانه خطا صغير ولكن مؤثر بزاف ديال الناس يعني مشاو ضحيه ديال هذا الخطا. اليوم بغيت ننبئكم ان شاء الله قبل ما يوقع لكم مشكل. كاين اللي وقع لي فريمون وبزاف ديال الناس غياكدوا لي هذا المشكل بالكومونتور، غيقولوا لي بصح وقع لينا، وكاينين الناس اللي نبأتهم وبغيتهم ما يوقع لهمش ان شاء الله في المستقبل. داكشي علاش تبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفادوا هذا المشكل. ما نطولش عليكم بزاف وغندخل مباشره في الموضوع. بعد ما كيدفع الواحد في هذا القانون ديال الكونترات، اول حاجه كيتوصل بالروس، كيلقى فيه المعلومات ديالو وديال الباترون وكذلك معلومات اخرى خاصه بالدومونتر ريجيفون. لكن كيلقى في الاسم ديالو او النسب او العائلي ان راه كاين خطا، اما حرف مزيود او ناقص او حرف ما كاينش او الاسم يعني خطا كبير، وكيقول ماشي مشكل، راه الكونترا غادي تقبل وغادي نتوصل بها وغنطبع وغنمشي هنا ونجي هنا لايطاليا وما كاينش المشكل. لا، قنصليه راه كترفض الفيزا والكونترا لاي خطا، سواء حرف واحد مزيود منقوص خطا او اسم ماشي صحيح، كترفض الفيزا. خاص الكونترا تكون مطابقه للاسم والنسب والمعلومات المتواجده في الباسبور وسابورت، يعني خاص تكون مطابق طبق الاصل. يعني اي خطا بسيط راه غادي يعرقل وغادي يخليك ويمنعك من انك تطبع الفيزا ديالك. هذاك الشيء علاش اول حاجه خاصك دير بعد ما توصل برجي فولطا بعد ما تدفع، خاصك تاكد من الاسم والنسب، تاكد منهم 100%. والا كان شي اي خطا كما كان خاصك مباشره تواصل مع السيد اللي يدفع لك. هنا الاجراءات شنو خاصو يدير؟ خاصو يمشي للقنصليه او البريفكتوره العماله اللي يدفع فيها، وخاصو ندير واحد الطلب ديال التغيير او تصحيح الاسم طبق الاصل باسبور، طبق الاصل ديال الباسبور. هادشي اجراء خاصك ديرو 100%. بعد ما كيقوم بعمليه ديال التصحيح كيعطوه واحد الورقه ديال التصحيح. هذيك الورقه غيقول لي شنو غنديروا بها، اسمع لي مزيان شنو خاصك دير بها. واخا كاين اللي غيسولني واحد السؤال، الا توصلتي كونطرا فيها معلومات ديالك خاطئين، سواء في الريجي فولطا خاطئين توصلتي حتى بالكونطرا خاطئين، كاين اللي كيغلطوا ليه في الاسم والنسب، وكاين اللي تيغلطوا ليه في المدينه، وكاين اللي تيغلطوا ليه في القنصليه اللي غيرسلوا ليه. مثلا المغرب كاين اللي كيرسلوا ليه الرباط هو في كاس. الا توصلتي بهذا الخطا خاصك اول حاجه دير، او بعد ما توصلتي بالكونطرا اول حاجه خاصك دير عمليه ديال التصحيح والدفع. الا كان عندك الخطا في الكونطرا الاسم والنسب فدفع ماشي مشكل، دفع الكونطرا ديالك. هما مباشره غتصل بك القنصليه وغادي تقول لك تعطيك واحد الورقه اللي فيه مده ديال 10 ايام فيها عمليه تصحيح. انت مباشره غتكون ديجا صححتي وتوصلتي بواحد الورقه من قبل بريفكتور ديال التصحيح. خاصها تكون عندك مباشره من يصونيع كيقولوا لك خاصك تجيب لنا 10 ايام تجيب لنا التصحيح، خاصك تعطيهم هذيك الورقه هذيك الساعه كياخذوها من عندك كتسنى من بعد كيعطوك الباسبور. الا عطاوك هذيك الورقه ديال 10 ايام ورسلتيها للسيد اللي هنا، السيد اللي هنا ما دارش عمليه ديال التصحيح اقل مع مده 10 ايام راه كيردوا لك الكونت كيعطوك الباسبور خالص. اذا انت ما خاصك توصل بالنور واسطه مشي دفع، وفي نفس الوقت السيد اللي مكلف لك هنا يدير لك عمليه ديال التصحيح. العمليه ديال التصحيح بعد ما يتوصل بها يرسلها لك وتبقى عندك حتى تتصل بك القنصل. بعد ما تتصل غادي تقول لك عندك فتره ديال 10 ايام باش تقوم مع عمليه ديال التصحيح. هذيك الساعه غتمد لي انت عمليه ديال التصحيح ديالك اللي توصلتي بها من هنا من البريفكتور، وبالتالي غياخذوها من عندك وغادي يدوز واحد المده ديال اقل مده ديال 15 حتى 20 غادي يطلعوا الفيزا وغادي يعطوها لك هذيك الساعه. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. هذا فقط درتو باش ما توقعوش في هذا المشكل ديال الاخطاء، وبزاف ديال الناس خاطئين في الاسماء سواء النسب او العائلي، وبزاف ديال المعلومات او اسم المدينه او غير ذلك من عده اخطاء. هادشي علاش حذروا راسكم، تاخذوا من الاسماء ديالكم ومن الريجي فولطا اللي كتتصلوا بهم والمعلومات اللي موجوده فيه. هادشي كان هذا الفيديو تحذيري، وكذلك بالنسبه للناس اللي غيدخلوا في المستقبل بالنسبه لعده مشاكل اخرى وخاصه بهذا الموضوع ديال عقود العمل راه غتلقاوها على نفس الصفحه وكذلك الله الشين. بقى الا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.